السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في أول لايف لينا مع طلابنا المميزين في أكاديمية إيزي إنجليزي. معكم رودينا محمد. النهاردة معانا طالب المتفوق عمر أحمد عبد العزيز ووالدته الأستاذة ابتسام إبراهيم. أهلا بحضراتكم. أهلا بيك حبيبتي. عمر، ممكن تقول لنا معلومات أكتر عن نفسك؟ أنا عمر أحمد عبد العزيز، عندي 11 سنة في مدرسة جابر. أنا في خ... أنا في خ... أنا في خمس أنا في سنة 5. تمام. أستاذة ابتسام، هل بتتابعي تطورات عمر بانتظام عبر الأكاديمية؟ وإيه شعور حضرتك في تطوره؟ طبعا بتابعه الحمد لله، وطبعا الأكاديمية بتبعت لنا كل شهر تقرير عن مستواه، عن الواجبات وعن متابعته في الكورس نفسه وكده، والحمد لله بتابعه مستواه وفخورة بيه الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. طيب عمر، ممكن تقول لنا ايه الكورسات اللي اخدتها في الأكاديمية؟ أنا باخد conversation مع سير أحمد، وكنت باخد writing وجرامر مع سير أحمد. وبعد تطور الأكاديمية بدأت آخد مع ميس رباب فرنش، تمام. وأخدت سكراتش مع ميس مروة. وعجبني قوي السكراتش. تمام. وأخدت تنمية مهارات من ميس هبة. تمام، برافو. طيب أستاذة ابتسام، بتشجعي عمر ازاي انه يتحلى بالمسؤولية وينظم وقته؟ والله ده يعني مجهود، يعني كل أب وكل أم في الفترة دي بيبذلوا مجهود كبير جدا في ظل التطورات طبعا بتاعة الألعاب والنت والحاجات دي. بيبقى مجهود كتير على الأب والأم إن هم يحاولوا إن ابنهم يحاول ينظم وقته ويحاول يساعدوه في الطريق، يعني إن هو ينظم وقته ويستفاد بوقته أكبر قدر. يعني طبعا بالمعايشة بقى وكده، وطبعا كل شيء بيجي بتدريج مش كل مرة واحدة، صح، ربنا وبتحصل معاك. طبعا إخفاقات كتير ونجاحات أكتر إن شاء الله، والحمد لله ربنا يوفقهم كلهم. ان شاء الله. طيب عمر، ايه اكتر كورس حبيته في الأكاديمية؟ أنا بالنسبة لي كورس سير أحمد في الكونفرزيشن، علشان في نظام كويس. وفي حاجات مميزة كتير في الكورس. وبناخد examples كويسة قوي، وبنتعلم حاجات كتيرة، مش من هنا بس، من كل أنحاء العالم. تمام. طيب أستاذة ابتسام، هل في مجالات معينة بتشجعي عمر فيها لتطوير نفسه؟ هو المجالات اللي بيحبها، هو بيحب مجال الكمبيوتر وبيحب مجال اللغات عامة، اه. فأنا اللي هو اللي بيحبه بحاول أشجعه فيه وأطوره فيه برغبته هو يعني. اه، برافو. طيب عمر، انت اخدت كورس صحة نفسية مع ميس هبة عمر. ممكن تقول لنا ايه اللي استفدته من الكورس؟ اتعلمت حاجات كتيرة. قبل ما كنت في الكورس ما كنتش بعرف أتعامل في حاجات صعبة. ما كنتش بهدى، كنت بكون خايف في مواقف. بعد ما اشتركت في الكورس بقيت أهدى أكتر، وبقيت أعرف أتعامل كويس في المواقف. جميل جدا، برافو. طيب أستاذة ابتسام، هل في مواد معينة بيظهر عمر ليها اهتمام خاص؟ هي عامة اللغات والكمبيوتر والبرمجة والحاجات دي أكتر حاجة هي بتشد وأكتر حاجة بيبقى متشوق ليها يعني. طب بدأ ازاي؟ يعني عارف منين يعني أول خطوة إن هو بيحب المجال ده وقرر إن هو يدخل فيه كانت إمتى؟ بصي، هو طبعا أول ما كان بدأ صغير، يعني أخد فونكس وبعد كده بدأ مع سير أحمد. بدأ حسيت إن هو بيتطور معاه ما شاء الله كتير. بدأ معاهم بالأغاني، يسمعوا أغاني بالإنجليش، يسمعوا ستوريز بالإنجليش. لقيته استعداده كان ما شاء الله سريع ليها. وكان طبعا كانوا بيحبوا يمثلوا، كان من ضمن واجباتهم ان هم يصوروها الاغنيه او القصه. كان بيبقى بيعملها بحس ان هو بيعملها كده يعني بحب، وكان بيبقى مبسوط في عنده شغف ليها. وطبعا والكمبيوتر والعاب الكمبيوتر، كل الولاد اليومين كلهم بيحبوا الكمبيوتر والعاب الكمبيوتر والبرمجه والحاجات دي. كان هو يعني في وقت كتير بيقضيه في الحاجات دي، فحسيت ان هو لا، كان يعني منبهر بيها ومبسوط عايز يتعلم فيها اكتر. ربنا يوفقه إن شاء الله. طيب عمر، أنت أخدت كورس البرمجة مع ميس مروة علي. ممكن تقول لنا فكرة عامة عن الكورس وإيه اللي استفدته منه؟
انا انا لما انا كنت صغيره كنت بحب قوي وكان نفسي اكون جيم ديفلوبر. ولما لما اشتركت في السكراتش مع ميس مروه، بقيت احب نفسي اكون جيم ديفلوبر اكتر، وبقيت اعمل العاب وبحب اعمل العاب كتير قوي على سكراتش. ما شاء الله، ربنا يوفقك. طيب أستاذة ابتسام، هل في آم، يعني مواد يعني حاجات خاصة معينة عمر بيظهر فيها اهتمام خاص خارج الأكاديمية أو كده؟ يعني رياضة معينة مثلا أو تخصص معين نفسه يخش فيه؟ هو جرب رياضات كتير والله وحاول في حاجات كتير، بس عامة يعني اللي بيحب يلعب كرة القدم وبيحب يتدرب كرة قدم وكده يعني. بس عامة يعني مش آه، مفيش لعبة معينة لسه أثبت فيها إن هو يعني بيحبها أوي. تمام. طيب يا عمر، أنت بتاخد كورس فرنش مع مدام رباب. من وجهة نظرك إيه أكتر حاجة بتميز الكورس ده، وإيه أكتر حاجة بتحبها في طريقة شرحها؟ انا بحب قوي طريقه التعلم، طريقه التعلم في الفرنش مع ميس رباب. كنت باخد قبل ما اخش مع ميس رباب كان الاكسنت بتاعي مش كويس في الفرنش. لما دخلت بقى الاكسنت بتاعي احسن، ودخلت فونيتيك والاكسنت بتاعي بقى اتميز اكتر عن بعض زملائي، وبقيت احسن بكتير. تمام. طيب أستاذة ابتسام، هل فكرة إن عمر ياخد كورس أونلاين كانت فكرة حضرتك ولا فكرة عمر؟ والله هي بدأت بفكرتي، لأن الأول بدأنا بيها طبعا مع سير أحمد برضو قبل كورونا. كان حاول جربنا سيشن كده. وفي الأول الصراحة طبعا أنا كنت مستغرباها، وكنت يعني مش حاسة إن هو هيستفاد منها، إن هو كان صغير لسه. الكلام ده من 4 سنين تقريبا. بس بقى طبعا بكورونا وعدم، ما بقاش حد يعرف ينزل ولا يروح ولا يجي. بدأنا مع سير أحمد طبعا أونلاين، ولقينا ان هي طبعا فكره جميله جدا. وكان طبعا سير احمد سباق قبل كورونا صراحه بامانه ان هو يبدا فكره الاونلاين. وكانت فكره الصراحه جميله. ودلوقتي انا بحب يعني كل كورساتنا اونلاين تقريبا، ان هي بيوفر وقت كتير وبيوفر مجهود كتير لا فكره رائعه. بس برضو انا بقول ان الاونلاين في اكاديميه ايزي انجليزي مميز عن اي اونلاين بره، ان احنا جربنا برضو اونلاين بره كتير. الرولز اللي عاملها سير احمد في الاكاديميه والاونلاين، والالتزام وفتح الكاميرا وحاجات كتير كتير مش موجوده برضو عند اي حد بره. فعلا اللي بيميز الأكاديمية النظام والرولز اللي لازم نمشي عليها. طيب اكيد. عمر، أنت كنت خايف من فكرة الأونلاين؟ الصراحة كنت خايف. المشكلة كنتش عارف ازاي هتكلم. كنت متعودة اتكلم مع حد قدامي في الحقيقة. كنت بخاف قوي من فكرة الاونلاين دي، بس في الوقت بقيت سهل عليا، وبقيت احسن، والستريس كله راح. الحمد لله. طيب أنت بتاخد كورس إنجليش مع سير أحمد حسن. إيه أكتر حاجة بتميز كورس سير أحمد عن أي كورس تاني، وطريقة شرحه وتوصيله للمعلومة؟ سير احمد عنده التزام وانتظام كويس جدا. بيوصلنا معلومات كتيرة قوي وكويسة وبفهمها، ولو مفهمتهاش مستر أحمد بيعيدها مرة واتنين وتلاتة لغاية ما نفهمها. تمام. طيب أستاذة ابتسام، إيه رأي حضرتك في مستوى الكورسات في الأكاديمية؟ مستوى الكورسات عامه ممتاز صراحه. وزي ما قلت لك الانتظام والالتزام. وطبعا وسير احمد يعني بلاحظ ان هو بيعرف كل طالب ايه عيوبه وايه مميزاته، وايه الجزء اللي عايز فيه يتطور، ايه الجزء اللي عايز فيه يتعدل. يعني هو الصراحة تربويا وعلميا، يعني الخط ماشي مع بعض، الخطين ماشيين مع بعض. يعني اه، ودي حاجة صراحة نادرا ما بتلاقيها بره، وكل بشاهد كل الناس اللي بيحضروا طبعا مش أنا بس، مع سير أحمد في أكاديمية إيزي إنجليزي. وربنا يزيدهم تطور وازدهار إن شاء الله وتقدم بإذن الله. إن شاء الله، آمين. تفتكر يا عمر إيه الأسباب اللي خلتك تفوز بجائزة أفضل طالب في الأكاديمية؟ أنا كنت بجتهد كتير. كنت بشوف يعني معظم الفيديوهات بشوفها دلوقتي كلها انجليش، في شوية عربي، وبشوف انجليش كتير. ودلوقتي معظم الحاجات بقيت اشوفها انجليش، ويعني بقيت الاكسنت بتاعه بحاول احسنه كل مرة.
فالحمد لله كنت بجتهد ولسه بجتهد. إن شاء الله. طيب أستاذة ابتسام، إيه النصيحة اللي تحبي تقدميها للأطفال اللي في سن عمر علشان يوصلوا للمستوى ده أو إن هم يطوروا من نفسهم أكتر؟ إن هم يستفادوا بوقتهم ويستغلوا وقتهم ويستثمروا وقتهم في أي وقت، في الصيف بالذات طبعا في وقت كتير فراغ، يستثمروا وقتهم على قد ما يقدروا في حاجة مفيدة، في أي حاجة هم بيحبوها أهم حاجة. وإن كل أب وأم يعرف مميزات ابنه وعيوبه، أهم حاجة برضو إن هو يطور مميزاته ويحاول يقلل من، يعني يشوف عيوبه دي، يحاول يعني صلح منها. بالظبط كده يصلح منها ويطور مميزاته. تمام. طيب عمر، مين في حياتك بتعتبره مثل أعلى ليك ونفسك في يوم من الأيام تبقى زيه؟ يعني أنا بالنسبة لي هو بابايا كمثل أعلى ليا، ومامتي يعني كمثل أعلى. بس أنا من نفسي بكون عايز أكون يعني مميز عن كل حد، مش بكون عايز أكون زي حد، بس عندي قدوات، بس بكون عايز أكون نفسي وبكون مميز. برافو عليك. طب أنت نفسك تطلع إيه لما تكبر؟ نفسي أطلع جيم ديفلوبر. إن شاء الله. طيب أستاذة ابتسام، حضرتك شايفة إيه دور الأهل في دعم أطفالهم؟ بس هو لازم يدعموهم، ولازم يعني يدعموهم بقى هم بيحبوا ايه، يعني شوف كل طفل بيحب ايه لازم يطوروا فيه، ولازم زي ما قلت لك يعرفوا عيوبهم ويعرفوا مميزاتهم، لان كل طفل فيه عيوب برضه ومميزات كتير، ويكبروا المميزات ومش يكبروا زيادة عن اللزوم، يعني يطوروها ويعرفوا عيوبهم من بدري، يحاولوا يعرفوا كل طفل عنده ايه عيبه من صغره، من هو 4 سنين 3 سنين، لان كل طفل عنده مشاكل بيبقى في الاول، يتغلبوا على المشاكل دي، ما ييأسوش من أي حاجة. أطفال كتير عندهم مشاكل كتير وهم صغيرين، لو الأهل اتصدموا معاها وخافوا وغطوا راسهم وغطوا عينيهم عن العيوب اللي عندهم اللي عند ولادهم دي، هتكبر ومش هيعرفوا يطوروا حاجة. لازم يعني يواجهوا العيوب بتاعتهم أو يواجهوا مشاكلهم ويحلوها ويطوروا من المميزات بتاعتهم. وربنا يوفق الجميع يا رب، بالتوفيق يا حبيبتي، وشكرا ليكي. صح. تمام. عمر، لو هتوجه رسالة للمحاضرين وأكاديمية إيدي إنجليزي حابب تقول إيه؟ شكرا أوي للاجتهاد لكل المدرسين اللي عندنا، والنظام حلو أوي في الأكاديمية، وإن شاء الله الأكاديمية تتطور أكتر وأكتر. تمام. أستاذة ابتسام، لو حضرتك حابة توجهي رسالة لأكاديمية إيدي إنجليزي والمحاضرين اللي فيها حابة تقولي إيه؟ أقول لهم شكرا جزيلا وربنا يوفقهم وبالتوفيق الدائم والتطوير والنجاح، ومن نجاح لنجاح. والسنة دي أثبتت نجاحها طبعا الأكاديمية بطريقة مميزة وبطريقة ممتازة، والتقدير اللي بيقدموه لأولياء الأمور وللطلبة احنا بنشكرهم عليه، لأن هو تقدير بجد يعني مش بنشوفه في مجالات تانية كتير أو في أماكن تانية كتير. وهم كلهم أسرة، بتحسي إن هي أسرة واحدة وكلهم بيتعاملوا بحب وبالتزام وباحترام، وبيحاولوا يعلموا الولاد إزاي يحترموا بعض ويعملوا تيم وورك مع بعض، ويحترموا رأي كل واحد وطبيعته، وكل واحد مختلف عن التاني. بشكرهم وبتمنى لهم كل توفيق يا رب، وبشكرك يا رودي. شكرا لحضرتك. طب عمر، لو حابب توجه رسالة لماما وبابا حابب تقول لهم إيه؟ شكرا أوي لدعمهم، ودايما كانوا بيدعموني على الحاجات اللي أنا بحبها، وما كانوش بيضغطوني على أي حاجة، وكانوا بيخلوني أطور الحاجات اللي أنا بحبها. تمام. شكرا جزيلا ليكم، وانا فعلا استمتعت جدا بالحوار معاكم. شكرا لحضرتك استاذة ابتسام، شكرا يا عمر. وان شاء الله اعمل معاك حوار تاني في الحفلة اللي جاية، وانت برضو تطور من نفسك اكتر واحسن طالب. شكرا لك. شكرا يا رودي، شكرا. يا حبيبتي، ألف شكر.